السلام عليكم، معاكم الشيف عبير. هنعمل كوردون بلو بأسهل طريقة وسر تتبيلة المطاعم اللي هتخليه يطلع معاكي خطير وطعمه لذيذ ومقرمش جدا. ده نص كيلو بانيه مغسول ومتقطع شرايح رفيعة، وبالسكينة هقطعه من الجنبين زي ما انا عاملاه كده علشان الحشوة ما تطلعش بره. وهنتبل البانيه معلقة فلفل اسود صغيرة ومعلقة بابريكا وبصلة مفرومة، وهنعصر المية بتاعتها، هناخد المية بس. وعليها معلقة ملح ومعلقة زعتر صغيرة، وهنقلب الفراخ كويس في التتبيلة وهنسيبها ساعة علشان تاخد طعم التتبيلة كويس. هنفرد البانيه في الطبق وهنحط عليه شرايح لانشون وممكن رومي مدخن وعليه جبنة موتزاريلا، وهنقفل الجنبين اللي عملناهم بالسكينة على الحشوة علشان ما تطلعش بره، وهنلف رول زي كده. وبعد ما خلصت الكمية كلها هقلب الجوردن بلو في الدقيق كويس علشان يمسك فيه. وفي طبق فيه بيضة على ملح وفلفل وهنقلبها كويس، وهنقلب الكوردون بلو في البيض. وبعد كده البقسماط وهنضغط عليه كويس عشان البقسماط يمسك فيه. وهنا بعد ما خلصت الكمية كلها ممكن نشيلها في علبة ونشيلها في الفريزر ونطلعها على التحمير وقت ما نعوز. وهنا هحمره في زيت سخن، وكل ما يحمر هقلبه على الجنبين. ودي من ألذ الوصفات اللي هتجربوها، سهلة وسريعة ومن غير أي تعقيدات خالص.